السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل مع بعض لعشاق القهوة بسكوت القهوة او كوكيز القهوة. هو وصفة تنفع جدا للدايت وكمان مرضى السكر. كوكيز القهوة يا سلام عليه مع فنجان قهوة كده سخن وحلو، اقدر اخده كسناك، بيبقى تحفة جدا وكمان حلو قوي 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 في النظام الغذائي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. المقادير عندنا سهلة وبسيطة. عندي دقيق شوفان او دقيق الحبة الكاملة، عندي ربع كيلو دقيق، عندي كيس بيكنج باودر، عندي كمان بيضة، عندي 50 جرام كاكاو، عندي سكر دايت، وعندي 50 جرام سمنة طبيعي بلدي او زيت زيتون او اي نوع انتي بتحبي تستخدميه. يبقى تاني، عندي ربع كيلو دي شوفان او الحبة الكاملة، عندي كيس بيكنج باودر، عندي بيضة، عندي 50 جرام كاكاو، عندي كيسين نسكافيه او معلقتين قهوة، وعندي 50 جرام سمنة بلدي او زيت زيتون حسب اللي انتي بتحبي تستخدميه. اول حاجة هنضيف 50 جرام زيت او سمنة. انا هنا استخدمت سمنة بلدي انا اللي بعملها في البيت. هستخدم سكر دايت حسب النوع اللي انت بتحبيه، ستيفيا او اي نوع انت بتستخدميه. اللي حابب يعرف النوع اللي انا بستخدمه يبعتلي وانا هقوله. بضربهم كويس جدا جدا مع بعض، وبعد كده بنزل بالبيضة بدرجة حرارة الغرفة، ياريت طبعا ما تكونش ساقعة، واضرب كويس جدا جدا لغاية لما الخليط عندي يفتح. بعد كده بنزل بيه الكاكاو، انا بستخدم كاكاو خام اسباني. بعد كده بنزل بيه النسكافيه او القهوة، انا ما كانش موجودة عندي نسكافيه فاستخدمت القهوة العادية اللي بنشربها، قهوة عادية غامقة او فاتحة وتكون سادة. واضرب كويس جدا جدا المكونات مع بعض. بعد كده بنزل بيه معلقتين كبار نشا، وعندي كوباية لبن. دي الكوباية بتاعت القهوة، لو انا بعاير بالمج الكبير يبقى نص كوباية. بقلب المكونات كويس قوي مع بعض جدا واخلطها كويس. طبعا هتقولوا لي ايه فايدة النشا؟ النشا بتدي قرمشة للبسكوتة وبتخليه تحفة جدا. بعد كده بنزل بيه ربع الدقيق اللي عندي. الدقيق قلنا لا اما شوفان او حبة كاملة او الاتنين مع بعض، طبعا حسب اللي عندك. بعد ما بخلطه بيكون ده شكل العجينة. يلا بقى نشكله مع بعض. التشكيلة باخد قطعة صغيرة، بعملها كورة على كف ايدي كده، ادورها كويس قوي، وبعد كده اديها اطالة، يعني كأني هعمل مثلا صباع الكفتة كده بس على صغير قوي قوي قوي، يعني بديله اطالة كده بحيث يكون شكلها ايه، مش مدور ولا طويل، لا هي بيضاوية شوية. يلا نعمل واحدة كمان مع بعض. باخد كورة صغيرة زي ما انتم شايفين، اصلا العجينة شكلها تحفة قوي، تتاكل اكل يعني وهي نية. بقى اكورها كور كده على كف ايدي، وبعد كده اديها اطالة فتكون بالشكل البيضاوي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ابدأ بقى اخلص الكمية اللي عندي كلها، اشكل كل التشكيلة اللي عندي بنفس الشكل، كورية صغيرة زي ما انتوا شايفين، وادعكها كده على كف ايدي الاول كورة، وبعد كده اديها اطالة بسيطة قوي فتديني الشكل البيضاوي اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده، في كده ما اعتقدش كده في حاجة صعبة، الدنيا سهلة قوي لغاية كده. برصها بقى في الصاج اللي عندي. انا هنا بخلص التشكيل كله، وبعد كده هرصه في الصواني اللي هتدخل الفرن. يبقى تاني كورة واديله اطالة وهيكون بالشكل ده. بسكوتة حلوة قوي سهلة، لما اخد لي 2 مع فنجان القهوة بتكون طعمها تحفة جدا وحلوة قوي قوي قوي. طيب خلصت الكمية اللي عندي، ابدأ بقى اجيب سكينة بظهرها مش بوشها، بظهرها، وادي فتحة في النص كده، هتحول لي الشكل كأني حباية قهوة بس على كبير، حباية قهوة بس على كبير. يبقى بظهر السكينة بدي فتحة في النص كده،
بتخليها لي كأنها حباية قهوة اهو. نقرب طيب نجيبها كده على كف ايدينا شوية عشان تشوفوها بشكل اقرب. اهي اهي بنزل كده بظهر السكينة اهي، حولتها لي شبه حباية القهوة، بس ايه على كبير، بس على ايه على كبير. خلاص بعد كده برصها في الصاج اللي عندي على درجة حرارة 180 ل200، وطبعا الفرن يكون سخن، بشغل المروحة. وده شكله بعد ما بيطلع. لو الوصفة عجبتكم ادعموني وفعلوا الصفحة وشير لي الفيديو ولايك كتير. بإذن الله نعمل وصفات، شوفوا نفسكم في ايه بتشوفوه ونفسكم نعمله ينفع للدايت والمرضى السكر. وصفاتنا مش هتقف بس على الدايت، لا وصفاتنا جميع الوصفات لجميع الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.